نلاحظ كلمة الخريجات جاءت اسم إن، ومعلوم أن إن وأخواتها حروف ناصبة تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فكلمة الخريجات جاءت اسم لإن منصوب. نعلم جيدا أن النصب علامة النصب هي الفتحة، فأتت الكسرة نيابة عن الفتحة لأن جمع المؤنث السالم ينصب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. يبقى إذا نقول الخريجات اسم إن منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة. وإليكم التفصيل. الإعراب: كلمة الخديجات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. يبقى إذن الحالة الإعرابية لكلمة الخديجات الرفع وعلامة الإعراب الضمة. لماذا؟ لأنها جمع مؤنث. الكلمة الأخرى زينبات تعرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. الحالة الإعرابية الجر علامة الإعراب الكسرة. لماذا؟ لأنها جمع مؤنث. كلمة الخريجات اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة مثل ما قلنا نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. إذن الحالة الإعرابية هنا النصب. يبقى الحالة الأولى الخديجات حالتها الإعرابية الرفع، الثانية الجر، الثالثة النصب. وأيضا علامة النصب هنا أو علامة الإعراب الكسرة وهي كلمة الخريجات. نستخلص أن علامة إعراب جمع المؤنث السالم الضمة في حالة الرفع، الكسرة وفي حالتي النصب والجر، الكسرة في حالتي النصب والجر. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. اعرب كلمة قانتات. قانتات خبر أول مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. قال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات. جنات، أنشأ جنات. لاحظ كلمة جنات نجد أنها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. قال الشاعر: وباسقة من بنات الرمال نمت وربت في ظلال الكثب. كلمة بنات اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وأيضا قال الشاعر: ألا إنما الأيام أبناء واحد وهذه الليالي كلها أخوات. كلمة أخوات خبر للمبتدأ كل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. وكلمة أولاد، كلمة أولاد ظلت أولات الجد والعمل مصدر كفاح. ظلت أولات الجد والعمل مصدر كفاح. كلمة أولاد هنا اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. اضبط بالشكل البيت التالي: هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات. انظر، المكرمات هل هي منصوبة أم مجرورة؟ العلامة هنا الكسرة، لكن هل هي منصوبة أم مجرورة؟ وإذا كانت مجرورة ما سبب جرها؟ وإذا كانت منصوبة ما سبب نصبها؟ هيا وفكر. هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات. إعراب الكلمتين: كالنبات، الكاف حرف تشبيه وجر مبني، والنبات اسم مجرور بالكاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. المكرمات مضاف إليه مجرور مضاف لكلمة ماء.
مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. التقويم الختامي، اختر وقفة من الوقفات التي وقفنا عليها، الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة أم الخامسة. تخير الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة. العلامة الإعرابية لجمع المؤنث السالم في حالة النصب هي الضمة، الفتحة أم الكسرة أم السكون. تخير الإجابة الصحيحة أيضا من بين البدائل، إحدى الكلمات الآتية تلحق بجمع المؤنث السالم، وهي كلمة رايات أم مجالات أم رائعات أم كلمة أولاد. اختر وحل هذا التقييم، وإن شاء الله نشوفه عند العودة، نرى هذه الإجابات الجميلة عند العودة. رميت الكرات. رميت الكرات، الحالة الإعرابية لكلمة الكرات هي الرفع، الجزم، النصب، الجر. تمر الساعات بسرعة، الموقع الإعرابي لكلمة الساعات هل هي فاعل أم مبتدأ أم خبر أم اسم كامل؟ أقيمت الفعاليات مساء، الموقع الإعرابي لكلمة الفعاليات فاعل مبتدأ أم نائب فاعل أم خبر؟ إجاباتك الصحيحة. بارك الله فيك، بارك الله فيكم جميعا، أحسنتم. إذا حاولت محاولة جيدة أحسنت، وإذا أخطأت فحاول مرة أخرى، حاول مرة أخرى. الواجب المنزلي، حول العبارة الآتية إلى جمع مؤنث سالم وغير ما يلزم. المصلي مخلص في صلاته، المصلي مخلص في صلاته. استعن ببعض زملائك في حل هذا المثال. وفي النهاية أتقدم إليكم بوافر الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.